السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب العالمين ان شاء الله بإذن الله. موضوع الفيديو النهاردة عن طهر قلبك تصلح حياتك، يعني عن تطهير القلب من الأمراض القلب. وان شاء الله ناوي اعمل مجموعة فيديوهات سلسلة كده هسميها ايه طهر قلبك تصلح حياتك. هتكلم ان شاء الله عن امراض القلوب وازاي نتخلص منها، وازاي نصلح من نفسنا ونزكي نفسنا، وازاي نغير للاحسن ان شاء الله باذن الله. لان اي حد المفروض يحس او يلاحظ في نفسه اللي هو عنده مشكلة معينة لازم بيشتغل عليها لحد ما يصلحها. يعني لو حد تعبان مثلا، بدنه تعبان، جسمه تعبان، عنده مشكلة معينة في الكبد او عنده مشكلة معينة في القلب صحيا، بيروح لدكتور وبيقعد يلف عقبال ما يلاقي العلاج وياخد العلاج عشان خاطر ايه؟ يخف من المشكلة دي. برضو لو عندك مشكلة في قلبك، عندك مرض معين في قلبك، بس مش مرض بقى اللي هو مرض صحي، لا، عندك مرض معين زي الحسد، عندك الكبر، عندك الغنيمة، بتتكلم عن حد، لسانك وحش، دايما بتقول ألفاظ وحشة، عندك أي مشكلة في نفسك، فلازم تغير من نفسك ولازم تشتغل على نفسك لحد ما تبقى احسن، عشان مفيش حد هيدخل الجنة وفي قلبه ذرة كبر. مفيش حد هيدخل الجنة مثلا وهو بيتكلم عن حد، ومفيش حد هيدخل الجنة وهو بيغلط في حد، لا، فلازم نشتغل على نفسنا ونصلح من نفسنا دايما. فلو وصلت معايا لحد دلوقتي يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، لان انا اكتشفت ان في ناس كتير بتتفرج على الفيديو بس مش بتشترك. فعشان تقدر تشوف الفيديوهات ان شاء الله والسلسله اللي هنعملها لازم تشترك في القناه. عايزه اقوله ان لازم قلبك يبقى سليم. القلب السليم ده اللي هو خالي من اي مرض، خالي من اي امراض القلوب، مش الامراض اللي احنا عارفينها الصحيه، لا، القلب السليم ده اللي هو ما فيهوش قساوه. ما يبقاش واحد قلبه قاسي جدا وقلبه جاحد على اللي حواليه، او بيعامل امه وحش جدا وبقسوه، او بيعامل ابوه بقسوه وما بيسمعش الكلام، او ما عندوش بر الوالدين وعايز يدخل الجنه. انت عندك مشكله لازم تصلحها، لازم علاقتك مع اهلك. فانت لو طهرت قلبك واشتغلت على نفسك، لا، اللي انا عرفت مثلا ما عندك مشكلتك، فلا انا هبدا اصلحها، هبدا اغير، هتلاقي حياتك كلها بتتغير للاحسن. هتلاقي معاملاتك مع مثلا تعاملك مع زوجتك هيتغير، هتلاقي تحسن في تعاملك معاها، هتلاقي تعاملك مع زوجك بقى احسن، هتنجح في التعامل، هتلاقي تعاملك مع الناس اللي حواليك بقى احسن، هتلاقي تعاملك مع المجتمع اصلا. يعني لو واحد بس قلبه للأسف مريض وقلبه فيه مشاكل، ممكن يأثر على كل اللي حواليه، ممكن يغير من كل اللي حواليه، ممكن يحصل مشاكل جدا بسبب واحد بس قلبه مش سليم. وبالتالي واحد مع واحد هتلاقي المجتمع كله بقى في تهلكة بسبب ايه؟ امراض القلوب. لا، احنا عايزين نغير من نفسنا وعايزين نبقى احسن عشان نقدر ننجح في حياتنا. عشان تقدر تنجح في حياتك لازم تبدأ بنفسك، لازم تبدأ بقلبك، تطهر قلبك من اي ذنب انت بتعمله او اي مرض. الامراض دي بيجي بعديها ذنوب. يعني انا عندي مشكلة مثلا، بتكلم مع الناس بطريقة وحشة مثلا، فلساني وحش، فانا هفضل بقى اتكلم مع الناس بطريقه وحشه وهفضل اغلط في الناس، فدي ذنوب بقى انا هاخدها، هفضل طول ما انا بتكلم انا باخد ذنوب. عشان تقدر تنجح في حياتك وعشان تقدر في الاخره تبقى مصيرك الجنه. وده كلام ربنا مش كلامي انا. يعني في سوره الشمس ربنا قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد افلح من زكاها يعني يصلح من نفسه، لو في ذنب معين بيعمله اشتغل على نفسه عشان يبطل الذنب ده. قد افلح من زكاها، قد فلح في حياته. يعني انت عايز تفلح في حياتك لازم تغير من نفسك. النفس هي اهم حاجة. يعني لو واحد نفسه مستقيمة ونفسه كويسة هيقدر يفلح في حياته، هيقدر يبقى في عنده نور كده في حياته بيوجهه على الطريق الصح اللي هيمشي فيه. يعني لو قلبك كويس، ولو قلبك ما فيهوش حقد لحد، ولا قلبك ما فيهوش كبر، ولا قلبك ما فيهوش الثناء على الشكر. يعني في واحد مثلا بيبقى بيعمل اي حاجة، اي نعمة او اي حاجة بيعملها عشان الناس تشكره بس. يعني بيطلع صدقة لحد معين عشان هو حابب اللي هو يسمع ايه؟ الشكر ده من الشخص ده. بيروح يعمل حج مثلا عشان خاطر الناس تقول له يا حاج. بيعمل حاجة كويسة
بس مش عشان خاطر ربنا او عشان خاطر الثواب، لا بيعمل الحاجه دي عشان الناس تقول ده عمل وده خلى، فدي برضو ده مشكله. فهو بيعمل اي حاجه عشان خاطر ايه؟ مستني الشكر من ايه؟ من اللي قدامه. بيعمل يعني بيقدم خدمه لشخص معين عشان هو مستني اللي قدامه ده يشكره. مش بيعمل ايه الحاجه دي عشان ربنا، لا لازم طبعا اعمالنا تبقى دايما بنعمل الاعمال دي عشان خاطر ربنا، مش عشان خاطر اللي احنا مستنيين شكر من حد. فبرضو دي نقطة، مرض من من امراض القلب. فلازم الواحد لو عنده اي مشكلة، اي مرض من امراض القلب، لازم نشتغل عليها كويس جدا، نشتغل عليها مع الاستمرارية عشان نغير من نفسنا. تمام. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم، انما ينظر الى قلوبكم والى عملكم. يعني اللي ربنا هيبص لنا يوم القيامه، اللي هيدخل الجنه هو اللي هيبقى اعماله صالحه، مش اللي هيدخل الجنه هو اللي هيبقى شكله حلو، او مثلا معاه فلوس كتير هيدخل الجنه، ولا معاش فلوس كتير هيدخل النار. لا طبعا هي مش بتتقاس كده، لا هي بتتقاس اللي اعماله صالحه، اللي اعماله طبعا لوجه الله، اللي قلبه نقي مفيهوش اي كره ولا حقد ولا كبر. يعني مش هيدخل الجنه واحد عنده لو ذره من الكبر، ده ربنا اللي قال كده. فاحنا دايما لازم نشتغل على نفسنا، ودايما نشوف لو عندك مشكله معينه لازم تسعى ان انت تغيرها. لا انا مثلا ما بعرفش، مش ملتزم في صلاتي، لازم اغير من ده، لازم انتظم، لازم اكتر من العبادات، لازم 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 نهتم بقلوبنا جدا، لازم نهتم ان قلبنا يبقى نقي ما فيهوش كره لحد. وانا بكده بخلصت كلامي، يا رب اكون قدرت افيدكم. وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، وازاي بتزكوا من نفسكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه. وشكرا جزيلا.